إلا كتحيري أشنو توجدي للغدا أولا العشاء، جبت لك واحد الفكرة ساهلة مالا. عندك سباكيتي وشوية ديال القطع ديال الدجاج. أجي نوجدو هاد الكغطان اللي كيجي رائع ساهل ماهل، مقادير عندك في الدار كتوجديه في دقائق معدودة وها هو واجد. كنتمنى وصفات اليوم تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم، والله يجازيكم بخير. ما تنسوناش من لي لايك ولي بارطاج من باب التشجيع، وما نطولش عليكم ونمشيو نبداو مباشرة في المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير عندي هنا سباكيتي اللي سلقتها من قبل ودرت لها واحد شوية ديال زيت العود، زيت زيتون. عندي هنا شرائح من الدجاج تقريبا واحد 250 غرام. عندي هنايا صوص ديال مركز الطماطم. عندي هنايا الشامبينيون معلب، وعندي القليل من الكزبر المعدنوس، وعندي هنايا واحد بصله مشلضه بهذا الشكل، وواحد صوص ديال الصويا. بالنسبه للبيشاميل عندي معلقه كبيره ديال الزبده، 2 معالق ديال الدقيق، و2 كيسان كبار ديال الحليب. عندي جبن مثلث والقليل من الجبن الاحمر. غادي نبداو على بركه الله. في مقلاة غادي نوضعوا القليل من الزيت، نضيفوا له البصله اللي مشلضنا، نحركوها مزيان حتى كتشحر لينا في هذاك الزويته بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نبداو نضيفوا التوابل. عندي هنايا معلقه صغيره من البابريكا، معلقه ما عمراش من البابريكا، معلقه صغيره من الابزار الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره كلهم ما عامرينش كيف كتشوفوا، يعني القليل من الكركم، ومعلقه صغيره ديال الثوم بودره، والقليل من الكمون. كنخليوها تشحروا مزيان، ثم كنضيفوا هذوك الشرائح ديال الدجاج. كيف كتشوفوا انا الشرائح هنا شويه باقي يلاه خرجتهم من المجمد، يعني لو طون اللي وجدت التوابل صافي ضفتهم هنايا. غادي نخليه يتشحر مزيان مع هذوك التوابل بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيفوا شويه ديال الصويا ونحركو مع التحريك، وغادي نشد واحد القليل من العصير ديال الحامض كنضيفوه عليها، كيزيد واحد النكهه رائعه جدا. وغتبقى الاضافه الاخيره هي لاصوص ديال الطماطم، يعني واحد المعلقه ما عمراش ديال مركز الطماطم. تقدروا تضيفوا اي خضره عندكم، الجزر، الكورجيت، القرعه خضراء، الفلافل اللي عندكم تضيفوه، حتى هو كيزيد لينا في الحشوه، لا في الكميه لا في المذاق بجوج. صافي هنايا غادي نضيفوا الماء، وغادي ما تخافوش من الماء، واخا يبان لكم كثير راه هو كطيب فيه هذيك الحشوه وكتشحر من بعد. صافي غادي نغطيو عليها وندوزو نصوبوا لا بيشاميل. بالنسبه للبيشاميل انا ديجا شاركتها معكم، ولكن معليش نعاودها. عندي هنا في كاسرول كنديروا معلقه ديال الزبده، وكنضيفوا عليها 2 معالق ديال الدقيق، وتنحركوهم مزيان. واخا يبان لكم كيتجمع ماشي مشكل، غادي يطلق لينا مع الحليب صافي. وكنضيفوا الحليب اللي كلنا 2 كيسان ديال الحليب، تقريبا واحد 200 مليلتر صافي. وغادي نحركو مزيان، ما حدنا تنحركو هذاك الدقيق تيطلق صافي. ملي كنحسوا بها بدات كتعقد كنضيفوا هذاك الجبن المثلث، وكنضيفوا عليه الجبن الاحمر، وكنضيفوا القليل من الملح والقليل من الابزار. ولا عندكم اي حاجه الزعتر تقدروا تضيفوه صافي. ما نبقاو نحركو حتى كتعقد صافي، وكنحيدوها نزولوها من فوق النار وندوزو ونمونطيو الكغطان ديالنا.
هنا كيف كتشوفوا لاصوص ديالنا صافي راها وجدات. هنا غادي نضيفوا ليها فقط القليل من الملعقه ما بين القزبر والمعدنوس، وكنضيفوا ليها الشامبينيون. صافي هي تشحرات. هنا غادي نطفيو عليها ونمشيو نكملوا الوصفه ديالنا. الو بالنسبه للكمالة هنا باش غادي نمونطيو، غادي نشد واحد لو سيركل هو اللي غادي نديرو على شكل دائري، وكندير تندير واحد الاناء تنديرو على داك البابي ديال المطبخ، وكنحط فيه داك لو سيركل، وكنبدا هنايا ندير كناخذ كل كونتيتي كندير فيها هذيك لا بيشاميل بهذا الشكل. كل طبقه كنخدمها بوحدها، كنضيف ليها لا بيشاميل بهذا الشكل وكنحطها في هذاك لو سيركل، وكنضغط عليها مزيان باش كتاخذ ليا هذه، وكنضغط عليها كيف كتشوفوا بالمعلقه مزيان باش كتاخذ لي ديك الفورمه. كنضيفوا هنايا الحشوه ديالنا. الحشوه بالنسبه ليا انا ملي كنحطها كنحاول نعمر هذوك الجناب باش ملي كتحيدي هذاك لو ساك كتبان لك الطبقه ديال سباغيتي، والطبقه هذيك ديال الحشوه والطبقه ديال سباغيتي فوق منها، كتعطي واحد المنظر زوين. صافي هنا من بعد ما درت الطبقه ديال الحشوه غادي نضيفوا الطبقه الثالثه ديال السباغيتي اللي غادي ندير لها نفس الطريقه. غنضيف عليها البيشاميل ونخلطها مزيان كيف كتشوفوا ونوضعها على هذيك الحشوه. كنتمنى الوصفه تكون عجباتكم ونالت الاستحسان ديالكم. صافي هنايا غادي نسرحها مزيان على داك الوجه ديال الحشوه ديالنا بهذا الشكل هذا، وكنضغطوا عليها مزيان باش كتاخذ الفورمه ديال هذاك لو سيركل بهذا الشكل هذا. هذاك الشيء اللي تبقى لي من البيشاميل كنديرو على الوجه ديال السباغيتي، كنغطي به هذاك الوجه ديال السباغيتي بهذا الشكل هذا. صافي وغادي تبقى الاضافه الاخيره اللي هي القليل من الفرماج ما بين خليط ما بين الفرماج ديال الموتزاريلا والفرماج الاحمر اللي حكيته. غادي نضيفو على الوجه ديال الكراتان ديالنا بشكل متساوي بهذا الشكل هذا. الفرن بطبيعه الحال كيكون شاعل على درجه متوسطه. كيف كتشوفوا هنا من بعد ما وزعنا الفرماج كنضيفوا واحد القليل من اليازير اللي متوفر عندكم، اليازير ولا اي منسمات تضيفوهم. صافي كندخلوها طيب، وكنتمنى وصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش في لي بارطاج ولي لايك، وشكرا لي بزاف على التعاليق ديالكم زوينه. غادي ندخلها طيب ونتلاقاو منين يوجد لينا الكراتان ديالنا. فوالا هذه هي النتيجه الاخيره ديال الكراتان ديالنا، كيجي رائع شهوة منه. كنتمنى تجربوه تردوا عليا في التعاليق. يعني وصفه خفيفه ظريفه توجديها تحضريها لوليداتك والاسره ديالك. هذه هي النهايه ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى يكون عجبكم بزاف. نتلاقاو في فيديو مقبل مع وصفات وخليتكم في رعايه الله ومع السلامه.